وصفة النهاردة بقى جميلة جدا والكل هيحبها، كبار وصغار، وحتى اللي عامل دايت هياكل منها عادي. وهي محشي الكوسة باللحمة المفرومة، وكمان عملناه بالبشاميل الخفيف يعني بدون سمنة، مش حاطة فيه سمنة خالص. وكمان حتى ممكن تحطي معلقتين دقيق بس، او معلقتين نشا، او معلقة نشا ومعلقة من الدقيق. عايزه اقول لكم ان طعمه تحفه بجد وخطير، وحتى لو الولاد مش بيحبوا الكوسه هياكلوا منها وتعجبهم جدا. يلا نشوف الفيديو مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. عندي هحط معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه البلدي. وبعدين بنزل ببصلايه كبيره متقطعه، بنزل بقى بملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، بهارات محشي لو موجوده. برضو حطيت سماق، كل ده معلقه صغيره بس. بنزل بعد كده بقى عندي ب3 طماطمات متقطعين قطع صغيره، ومرقه من الخضار. وطبعا الطماطم بتخلي المحشي طعمه تحفه. بنزل بقى كمان بمعلقتين من الصلصة اللي هي بتبقى تقيلة شوية. عندي كمان 6 فصوص من الثوم بقطعهم وبشوح يا دوبك، بس ايه اقلبهم كده، ما بياخدوش وقت يعني، مش بسبكهم قوي. عندي 3 كوبايات من الرز بيكونوا مغسولين ونقعاهم لمدة ساعتين وبصفي المية. بنزل بقى بالخلطة، وكمان حطيت كمان ربطة من البقدونس والشبت. ونزلت بربع كيلو من اللحمة المفرومة. مجهز بقى التشريبة، عبارة عن ورقتين من اللورة ومعلقة من الصلصة، وكمان مرقة خضار، ودي برضو اختياري. بس مرقة الخضار لازم يعني في التشريبة، لو كان كده ممكن نحط شوربة. بعدين برفعهم على النار. ببتدي عندي الكوسة انا مقوراها ومجهزاها. ببتدي احشي بقى عندي هنا الرز، بس بحطه في صينية برصه بالشكل ده. الكوسة كانت حوالي كيلو من الكوسة. بعد كده بسقيها بقى حوالي كوباية وربع او كوباية ونص من التشريبة اللي احنا قلنا عملناها من شوية. وبحطها بغطيها بورق الفويل، بحطها في الفرن. واتبقى كتير برضو من الحشوة. كان عندي ورق خاص جهزته، طلع برضو المحشي بتاع ورق الخاص تحفة. بجهز بقى عندي البشاميل، عبارة عن كوبايتين ونص من اللبن. وبعدين بحط على نص كوباية كمان، بحط معلقة من الدقيق مع معلقة من النشا. اللبن طبعا برفعه على النار، وبحط عليه معلقة صغيرة من الملح والفلفل. وهو سخن كده بنزل بقى بالدقيق مع النشا، وبقلبه وارفعه على النار تاني لغاية ما يتقل، يبقى عامل زي المهلبية كده. بنزل بعد كده ببيضة وبقلبهم. عندي هنا الكوباية ونص من المية عملت كمية كتير، يعني انا قللت شوية المية لان كانت حسيتها تقيلة. فممكن انتوا برضو تحطوا كوباية وربع كفاية جدا. بعد كده بقى بحط عندي، طلعت الصينية بعد ما قعدت في الفرن حوالي نص ساعة. طلعتها بقى وحطيت عليها البشاميل وحاولت اوزعه كده، وبحطها بقى في الفرن تاني لغاية ما تاخد وش كده لوحدها. يعني انا خليتها تاخد الوش من غير ما اشغل الشواية، هي احمرت كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى انها طالعه تحفه جدا وطعمها خطير وعجبت الولاد جدا. وطبعا الكوسه غنيه بمعادن كتيره حلوه جدا، وحلوه للعامل دايت. عايزه اقول لكم ان هي حلوه كمان في الدايت، لان هي مش واخده رز كتير. طبعا وانا بقور الكوسه مش بحاول افضي القلب بتاعها قوي. وكمان طبعا الرز مش كتير. واللحمة طبعا واخدة مساحة في الكوسة، فهو يعني عايزة اقول لكم ان هو صحي ودايت 100%. وطبعا شايفين الشكل ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير. باي باي.